النهارده بقى هعمل لكم طريقة الفطير المشلتت للمبتدئين اللي عمرهم ما عملوا فطير خالص. عملنا كل الكمية دي بنص كيلو، لا فرد بقى ولا رح ولا أي حاجة خالص. يعني لو مش بتعملي فطير، بتعرفي تعملي فطير خالص، هتعمليه بمنتهى السهولة. طريقة سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها على عين البوتاجاز لو ما عندكيش فرن. شايفين الفطير مورق كده ازاي؟ وبيقول لكم تعالوا اتفضلوا كلوني. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. النهاردة طريقتي للمبتدئين اللي عمرهم ما عملوا فطير خالص. يعني هتعملوا فطير، يعني هتعملوا فطير مفيش كلام. طريقة سهلة جدا. بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق اجمعين. السلام عليكم واحترامي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب بالوصف المميز. اتمنى تحطوا لايك الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما ينزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى انتشار الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفايده للجميع. ويلا يجينا اتكلمنا كتير. مبدئيا كده ما عندكيش عجان هتعجني على ايدك مفيش مشكله خالص. معانا نص كيلو من الدقيق، معانا كوبايه. نبدأ بكوباية الأول، هو هياخد كوباية وربع بس خلي بالك الدقيق كله مش زي بعضه. يعني تبدأي بكوباية مية الأول وتبدأي ربع كوباية دي تحطي معلقة بمعلقة على حسب ما الدقيق ما ياخد معاكي. هي العجينة بتبقى يابسة. ونص معلقة من الملح، نص معلقة صغيرة من الملح. وعايزة سكر حطي معلقة صغيرة من السكر لو انت عايزاه الفطير معاكي مسكر. عايزاه بملح يبقى مش هتستبعدي معلقة السكر دي. وهنلت ونعجن كده. خلي بالك كل ما تعجني الفطير كويس العجينة بتبقى زي الملبن معاكي وبتاخدي نتيجة حلوة والعجين ما يتقطعش منك. فهتعجني على ايدك، هتعجني مش اقل من ربع ساعه. زي ما انت شايفه كده انا عجنته وبعد كده ريحته نص ساعه. لازم يرتاح علشان طبعا العجينه تبقى زي اللبنه معاكي. احنا بقى مش هنفرد ولا نريح ولا الكلام ده خالص. انا قلت لكم طريقتي النهارده للي ما بيعرفش يعمل فطير. انا بقول لك لو وصلتي مقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده لو اشتركتي في القناه. بعد كده بقطعهم قطع زي ما انتم شايفين كده. بجيب صينيه وادهنها دهنه زيت بسيطه وبعد كده اقطعهم قطع ازاي زي ما انتم شايفين العجينه زي الملبن معايا علشان تعجن كويس. بعد كده هغطيهم بكيس بلاستيك واسيبهم برضو 10 دقايق يرتاحوا عشان ينفردوا معايا. كل ما تريحي العجينه هتفرد معاكي بمنتهى السهوله. يعني 10 دقايق ربع ساعه. معانا 200 جرام من السمنه مسيحاهم على النار. دي طريقه يا جماعه جديده وطريقه حصريه وطريقه سهله جدا. حابه تحطي سكر هتحطي معلقه من السكر صغيره على السمنه. معانا معلقه من الدقيق او معلقه من النشا. طريقه الافران دي يا جماعه بيعملوها كده، يا معلقه دقيق او معلقه نشا، وتبداي تدوبي الكلام ده في السمنه. طبعا احنا مدوبين السمنه على النار. دول 200 جرام من الزبده، زبده البلدي. ما عندكيش زبده بلدي تشتغلي بسمنه نباتي هتبقى زي الفل. ده من اللي عاملاه. انا عايزه اقول لك لو اشتغلتي باقل نوع سمنه عندك هيبقى احسن من اللي بتشتري بمراحل فعلا. وابدا ادوبهم كويس اوي ونبدا في الفرد. قلنا هنسيبهم حوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة يرتاحوا علشان تفرد معاكي. لو انت جيتي فردتي العجينة كده وحسيتي ان هي بتلم منك سيبيها ترتاح كمان 10 دقايق وهتفرد معاكي بمنتهى السهولة. النهاردة بقى لا نشابة ولا حاجات خالص، هنشتغل بايدينا ومفيش نشابة ومفيش الكلام ده خالص. هندهن الرخامة دهن زيت بسيطة كده ونبدأ نفرد. شايفين العجينة لا بتتقطع معايا ولا بيجرى لها حاجة. بعض الناس يا جماعة مش بيعرفوا يروحوا بيعرفوا يفردوا يورقوا العجينة كده ويقعدوا يشدوا ويرفرفوا فيها كده. لا جبت لكم النهارده طريقة سهلة جدا. يعني هنقطعه ونلمه مفيش اكتر من كده. شايفين بعد ما فردتها كويس قوي بدهنها دهنة ايه سمنة كويس قوي زي ما انت شايفة كده. بعد كده بقطعها زي ما انت شايفين اهو. عندك سكينه، عندك قطعه بيتزا قطعيها، بس سيبي قطعيه منهم كبيره. لو انتوا تلاحظوا ان انا مقطعيه يعني ايه المثلثات كده، بس في مثلث كبير. الكبير ده بلم بيه العجينه في الاخر يعني علشان ايه افرده على العجينه كده والم العجينه. وطبعا الصوره هتبقى خير دليل، هتبقي شايفين هو ده المثلث الكبير اللي بقول لكم عليه. وابدا افرده والمه بالعجينه. انا طبعا عامله فطير صغنطوط كده علشان ايه تعرفي تفرديه وتشيليه. لكن لو حابه تعملي كبير مفيش مشكله، بس الكبير طبعا عايز مساحه اكبر علشان تقدري تفرديه. يعني ايه تفرديه بسمك يكون رقيق علشان طبعا اللي انت شفتوا الفطير مورق قد ايه. واهم حاجه دايما اقول لكم اهم حاجه في نجاح الفطير مش سمك الفطيره نفسها، لا الرقان بتاعته تكون رقيقه. هو ده نجاح الفطير. اهم حاجه الرقان اللي جوه تكون رقيقه خالص زي ورق السيجاره كده. هو ده اللي بينجح الفطير معاكي وبيخلي الفطير مورق كده مش معضم كده وانت بتاكليه. شايفين اهو بتنفرد معايا لا بتتقطع ولا اي حاجه خالص. وابدا اقطعها مثلثات. قبل ما اقطعها طبعا هدهنها دهن زبده بالفرشه كده ودهن الزبده بسيطه. طبعا احنا دهنين الرخامه دهن الزيت، احنا محطناش زيت في الزبده علشان احنا دهنين دهن الزيت في الرخامه فبزياده كده كفايه قوي. وانت شفتوا الدهن بتاع الفطير كان حلو زي الفل. يعني ايه المقادير مظبوطه بنسبه 100%.
طيب نحكي بقى على الخبز بتاعه بيتخبز في درجة حرارة قد ايه. الفطير يا جماعة عايز درجة حرارة عالية جدا جدا جدا، لو انتي دخلتيه على نار هادية هينشف منك ويصمل ويبقى وحش خالص. طيب انا عندي الفرن فيه مشكلة، ممكن اعمله على عين البوتاجاز ممكن جدا وهيبقى زي الفل. هتحطيه في صينية عادي خالص وعلى عين البوتاجاز، بس اهم حاجة هتغطي الصينية علشان البخار طبعا بيسوي. هتغطيها وتهدي النار وما تعليهاش طبعا عشان عين البوتاجاز مباشر، فلو عليتيها فيها سمنة تنحرق منك. فهتهدي النار تخليها وسط كده، وبعد كده تجيبي غطا وتغطي الصينية، ويعني كام 3 دقايق كده تقومي رايحة قلبها على الوش التاني، هيستوي يبقى زي الفل معاكي. طبعا انا جبت صينية كبيرة اهو، بدأت بقى كنت حاطة كذا واحدة بس شلتهم لأن حسيت ان هو مش هيقضي، عايز يعني اخبزهم مرة واحدة وخلاص. مش هقعد بقى احط واحده بواحده. طبعا في الوقت ده انا مشغله في الفرن على اعلى درجه حراره، وهقربه من تحت علشان لما ياخد لون من تحت هرفعه فوق واشغله الشوايه، علشان انا عايزه اخبزه على نار عاليه علشان ما ينشفش مني. يا رب ان انا اكون قلت لكم كل حاجه، يعني ما يعني ما نسيتش اي حاجه. وعلى العموم لو انا نسيت اي حاجه ابعتيلي كومنت وانا تحت امرك، انا بجاوب على كل الكومنتات. طريقه سهله جدا، حبيت اجيبها للبنوتات الصغيرين اللي سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز، اللي مش عارف يعني مش بيعرف يعمل الفطير ونفسه يعمله. هتعمليه بمنتهى السهوله، يعني لا كبرته ولا اي حاجه خالص، مصغراه خالص اهو عشان ملكوش حجه، محدش يقول لي ده كبير مش هعرف اشيله ولا الكلام ده. بحط على الوش بقى ايه، شويه سمنه كويسين كده محترمين علشان لما تخش على الفرن تطلع هتضحك كده وتزغرط من الفرن. تبقى شكلها كده يفتح النفس. طبعا بتشرب السمنه في الفرن، اول ما تنتفخ كده بتلاقي شربت السمنه دي كلها. شايفين الفطير بيندهلكوا اهو، بيقول لك يا سلام يا سلام على الجمال. شايفين منفوخ ازاي؟ النفخان ده يا جماعه بدليل ان هو مورق من جوه. شايفين عامل ازاي؟ صراحه تحفه تحفه تحفه. شايفين بيغلي اهو، انا مقرباه، خلي بالكم انا مقرباه من تحت علشان اهم حاجه عندي ياخد لون بسرعه علشان ارفعه فوق واشغله شويه عشان ما ياخدش وقت كبير في الفرن، علشان ما ينشفش مني. موضوع سهل اهو، ما فيش اي حاجه خالص اهو. شايفين؟ طيب نيجي بعد ما طلعناه من الفرن اوريكي شكله عامل ازاي. يلا بقى شايفين الجمال والحلاوة، يعني حاجة كده. طبعا هو سخن ومولع، شايفين قعريته عاملة ازاي. حبيت اوريهولكم. كل الكمية دي يا جماعة عملناها من نص كيلو، حاجة سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها، مش هياخد من وقتك 5 دقايق بالظبط، لأن طريقة سهلة كده. يعني مش هتقعدي بقى ترحي وتفردي وتشدي وتقطع مني وما تقطعش مني، لا مفيش الكلام ده خالص، هتعمليه بطريقة سهلة جدا. طيب نيجي نفتح بقى واحدة ونشوف الجمال. شايفين مورق قد ايه وشكله فعلا يفتح النفس اهو. شايفين؟ بصراحة القعرية بتاعته تحفة وكله طري كده وحاجة حلوة قوي. طيب نفتح واحدة، خلي بالك اما تيجي تبططيه ما ترققوش قوي علشان يبقى له سمك، علشان ايه يبقى فيه رقان من جوه، يعني يبقى مورقة معاكي. شايفين التوريقة عاملة ازاي؟ شايفين الرقان كلها رقيقة كأنها يعني زي يرقوا كده ورق السيجارة. شايفين اهو. بصراحة انا كنت عايزة ايه اقطع كمان واحدة بس قلت لا مش مش هقطعهم كلهم بقى. شايفين الجمال؟ مستنية منك كومنت لما تعملي وتقولي رأيك فيه، ان شاء الله ينجح معاكي من اول مرة. واسيبكم في رعاية الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.